لا تسألني أي سؤال في وقت الشاهي. هذا هو نظام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. يقول ابنه الدكتور عبد الله: كان لوالدي وقت مخصص للشاي، فإذا سألته عن مسألة قال: لا تسويها لنا مدرسة، هذا وقت الشاي وكل شيء في وقته. وعلى ذكر الشاهي، بعضكم يقول: ليش تقول الشاهي؟ اسمه شاي وليس شاهي. وأنا أقول هذا من اختلاف اللهجات، نحن نسميه شاهي. وهذا الاختلاف قرأته في رحلة المازني إلى الحجاز. قال في رحلته: وشربنا القهوة النجدية ثم الشاهي كما يسمون الشاي. والعلامة جمال الدين القاسمي له رسالة في الشاي والقهوة والدخان، ذكر في مقدمتها أن أصلها فارسي بالجيم، ثم عربت فقلبت الجيم شين فسمي شايا، وبعضهم أضاف الهاء فصارت شاهي، وذكر أن أهل المغرب يقلبونها تاء ويضيفون الهمزة فيسمونه الأتاي، إلى آخر ما قال. والتأليف في الشيء لا يعني أن الشخص يحبه، فهو قال في المقدمة: أما الدخان فإني أكرهه في كل آن، ونحن هنا نسأل الله عز وجل أن يعافي كل من ابتلي بالتدخين. قال: وأما الشاي والقهوة فليس لي فيهما صبوة، يعني ليس من محبي الشاي والقهوة، لكنه كتب رسالة فيها. وقد ذكر الشيخ محمد الحمد في كتابه ومضات عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان يحب الشاي الحلو، ولم يصب رحمه الله بالسكري ولا الضغط ولا غيرها من الأمراض المزمنة، مع أن عمره رحمه الله امتد إلى 90 سنة. وكلام الشيخ محمد الحمد ليس عن الشاي إنما عن المشي، المقال هو ثقافة المشي. وذكر أن الشيخ لم يصب بهذه الأمراض لأسباب متعددة، من جملتها أن الشيخ يحب المشي، كان كثير المشي.